لك وين يا شامي؟ وين يا طريق؟ قبل ما يدب الخلاف بيناتهم كانت العصافير تزغزق والفراشات تطير. يا زلمة صاروا مشاهير خود على نفسيات حامضة. نحن شهرنا، لا أنا انشهرت لحالي. رجاء ما حدا يربط نجاحي وأنا كشامي بأي حدا تاني. والله أنا بحبه. حلف إنه بحبه مع إنه ما خلى ستر مغطى عليه على السوشيال ميديا. معلم صوتك فيه بحة حلوة بس بدك الشامي في بداية ظهوره قبل ما ينشهر حب يعطي دفع معنوي لرفيقه وائل. هون وائل حب يجرب موهبته الغنائية بعذبنا الابعاد. لك عذبنا الابعاد. هون جواني كان مثل القط الماله عشاء. هو صوته قرار بحت. ويا جماعة الخير ما صدق وائل انه الشامي قال له صوتك حلو، خود بقى على تسجيل اغاني. عايز تنمر عليه ولا شو بقى؟ والله صوته بشع. لا صوته حلو. لك في بنت واحدة قالت له صوتك حلو، لا راح يسجل غنية بهولندا عم يسجلها. يا شباب افهموا بس. وبعد ما الشامي اقتحم باب الشهرة، خود بقى على نحن عملناه، لا انا سويت حالي. فلما انا انزل فيديو على الغنية ويجيب 14 مليون مشاهدة، يروح يفوت على تعليقات اليوتيوب تبعه على الغنية راح يشوف شو مكتوب. جينا من طرف وائل وطارق، فوت حبيبي على التعليقات على الكومنت. دخل الحسد والطمع والجشع في نفوسهم، وخود بقى على قال وقلنا. بعدين بيطلع وائل على الإعلام وبيقول إنه كان الشامي وعده يكون الراعي الرسمي لغنية سميتك سما. ما بيناسبك إلا نجم. هو اعترف فيها بنفسه كمان في اللايف إنه أنت الراعي الرسمي لغنية سميتك سما وغنية بفديك. صعب اكبر ترند بالشرق الاوسط، ما تحكيني. الراعي الرسمي لبفديكي. يعني هو رسميا أنا ما فيني أقول غير هيك. سميتك بس سما بفديكي، لا تنسى. بس يا بعدين رجعت المياه إلى مجاريها، بس ما بيحكوا مع بعض. لا تآذونا ولا بنآذيكم. وائل أنا ما بعاملك على إنك ترند، بتعرف. انت جدا ذكي، الهي بتقبر قلبي على الغنية ما احلاها. الولد هذا انا بحبه شخصيا صراحه، يعني بحبه هيك، يعني في حب سبحان الله بحبه. يعني اخر غنية للشام شو بيقول فيها؟ شو بيقول؟ والله نسيان شو بيقول؟ هي يلا هي وين ربط؟ بعتي قلبي وليه وانت عزيزي المتابع، اذا عجبك الفيديو اضغط لايك. ميديانا عين العالم الرقمي.